الحمد لله رب العالمين، ملك الملوك أرحم الراحمين، جل عن الشبيه والنظير والمثيل والكفو والولد، سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الأكوان بقدرته، قسم الأرزاق بحكمته سبحانه وتعالى. أنا لا أحصي ولا أحسن ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. وأشهد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم بلغوا عن رسول الله كل شيء وما قصروا في شيء، فحبهم فرض عين على كل مسلم منا. ارضى اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ارضى اللهم عن العشرة المبشرين كلهم، ارضى اللهم عن أزواج النبي أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حي هلا هذه الوجوه النضرة النيرة التي ما خرجت من بيتها أو عملها إلا لأداء فرضها. نسأل رب العالمين سبحانه كما جمعنا في هذا الجمع المبارك على الطاعة أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته، آمين. وبعد، لازلنا أيها الإخوة الأحباب مع آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. يفنى العمر ولا تفنى عجائب كتاب الله جل وعلا، وبخاصة أعظم آية وهي آية الكرسي. واليوم بإذن الله سبحانه مع قول رب العالمين سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، مع قول الله: له ما في السماوات وما في الأرض. وقفنا قبل ذلك مع الله لا إله إلا هو، ثم وقفنا بعد ذلك مع قول الله الحي القيوم، والآن مع قول رب العالمين سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. فأعرني السمع والقلب. فحينما نتحدث عن رب العالمين سبحانه وتعالى فنحن نتحدث عن صفات الله سبحانه، له كل الكمال، له كل الجلال سبحانه وتعالى. حينما تحب إنسان فأنت تجتهد لتعرف عن هذا الإنسان كل شيء، تعرف ما يحبه وما يكرهه، تعرف كل صغيرة وكبيرة عن هذا الإنسان، فما بالك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن نجتهد لنحب الله سبحانه وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الجملة أيها الإخوة الأحباب قدم رب العالمين سبحانه وتعالى الخبر على المبتدأ. أصل الجملة في العربية المبتدأ ثم الخبر. أنا عايز تركيز من البداية. له ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه وتعالى قدم الخبر على المبتدأ، والجملة أصلها في العربية ما في السماوات وما في الأرض له. قدم رب العالمين سبحانه وتعالى الخبر له، ثم قال ما في السماوات وما في الأرض. لماذا؟ هذا في اللغة أيها الكرام يفيد القصر والحصر، أي كل ما في السماوات وما في الأرض له. والمعنى أيضا متيقن لو أن الجملة على طبيعتها مبتدأ ثم خبر، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يبدع في كلماته سبحانه وتعالى.
فحينما يأتي الخبر ثم المبتدأ هذا يفيد التوكيد ليؤكد لك أيها الكريم أنه سبحانه وتعالى يملك ملكا حقيقيا لما في السماوات وما في الأرض. يملك ملكا حقيقيا، لأن الملك أيها الإخوة الأحباب يكون ملك حقيقي وملك غير حقيقي. أما الملك الحقيقي فلا يقع إلا لرب العالمين وحده لا شريك له، ملك حقيقي بدون عقود تمليك. أما الملك غير الحقيقي فهو الذي يقع لي ولك. تمتلك بيتك بعقد، السيارة بعقد، كذا بعقد، إن مت ضاع العقد وذهب ما تملكه إلى الورثة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: يرجع اثنان ويدخل معه قبره واحد، يرجع الأهل والمال ويدخل معه العمل. أين الملك؟ أين الملك الذي تملكه أيها العبد؟ فملك العبد قاصر، وملك الرب مطلق، له كل ما في السماوات وما في الأرض له. من العلماء من قال إن الأرض، مركزين معايا؟ من العلماء من قال إن الأرض جزء من السماء، فالله سبحانه وتعالى إن قال السماوات ضمنيا كده منها الإيه؟ منها الأرض. إذن لماذا فصل الله سبحانه وتعالى وقال له ما في السماوات وما في الأرض؟ لماذا ذكرت الأرض وهي جزء من السماوات؟ ولماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ لماذا كلمة السماوات جمع وكلمة الأرض مفرد؟ السؤال الثاني إجابته سهلة، لأن السماوات قيل أنها 7، لذلك جاءت بالجمع، والأرض أرض إيه؟ واحدة، فجاءت بالإفراد. السؤال الثاني سهل. أما السؤال الأول لماذا أفردت الأرض مقابلة للسماوات؟ وما أدراك ما في السماوات من أجرام وأفلاك ومدارات وكواكب ونجوم وأشياء وخلق يذهب العقل، خلق الله سبحانه وتعالى، فما بالك للخالق؟ إن كان خلق الله سبحانه وتعالى يذهب العقل فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. السماوات أيها الإخوة الأحباب مقابلها الأرض، لأن الأرض هي محل التكليف، محل التكليف. إني جاعل فين؟ في الأرض خليفة، فهي محل التكليف. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يختصها مقابلة للسماوات، له كل ما في السماوات بالحصر والقصر لله وحده لا شريك له، وما في الأرض. وإن كانت الأرض هذه الذرة ذرة في ملك الله سبحانه وتعالى، وإن كانت من ضمن السماوات ومن ضمن الملكوت، فأفردها رب العالمين لأن الخطاب لك، وأنت محل التكليف في هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الاهتمام بالأرض لأنها محل التكليف. يعني ولله المثل الأعلى كرجل له مجموعة من الشركات، لكن هناك فرع معين يهتم بهذا الفرع، فيقول مجموعة شركات فلان وفرع كذا. فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، اهتمام لأنها محل التكليف لي ولك. ما في السماوات وما في الأرض لله. طالما علمنا وأيقنا وآمنا أن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله وحده لا شريك له، طالما علمنا ذلك ماذا نستفيد؟ نستفيد ألا نتشبث بهذه الدنيا الفانية. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. تعلم ما معنى كلمة صوت؟ الصوت حاجة كده بتتربط على مؤخرة السيف، يعني في حجم القلم، حتة عود طوله شبر.
لو أنك تملك في الجنة هذه المساحة التي مساحة لا تقدر بشيء، مساحة طول قلم، ارمي قلم على الأرض، المكان اللي غطاه هذا القلم، هذه المساحة البسيطة، الخط البسيط 15-20 سنتي، لو أنك في عرض 1 سنتي، عرض 1 سنتي 15-20 سنتي، لو أنك تملك هذه المساحة في الجنة لهي خير لك من الدنيا وما فيها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. طيب، أيضا الملك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ملك حقيقي. قلنا تملك بعقود التمليك، إن مت ذهب العقد لغيرك. ومع أنك تملك، يعني الله ملكك على أشياء بعقود هي حقيقية، يعني هذا البيت ملك لفلان فلا أستطيع أن أدخل هذا البيت. ومع أنك تملك فأنت أيضا لا تملك ملك حقيقي فعلي. حينما تغيب عما تملكه فلا تعرف ما يضر فيه. هو في واحد فينا بيكون في الشغل عارف اللي بيحصل جوه البيت بالتفاصيل وبأدق التفاصيل، عارف ان في نملة موجودة في الحتة الفلانية في البيت مثلا، لا يعلم اي شيء. اذن فالملك، حتى الملك بالعقود، فهو ملك باهت لا قيمة له. اما الله سبحانه وتعالى فهو مالك ملك حقيقي، ملك فعلي. قلنا في الجمعة الماضية: الحي القيوم، حياة دائمة سرمدية لا بداية لها ولا نهاية، وقيومية سرمدية، يعني ربما تكون حي، أنت حي وأنا حي، لكن لا تقوم بكل أعمالك. إن مرضت فقعدت فتحتاج لمن يخدمك. رب العالمين قيوم لا يحتاج إلى ولد ولا زوجة ولا منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، له كل الكمال المطلق. لذلك طالما أنه حي وقيوم يقوم بكل شيء سبحانه ولا يحتاج لمعونة، إذن فله ملك حقيقي لما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. قال الله: ما في السماوات، ولم يقل من في السماوات. من في اللغة العربية للعاقل، وما لكلاهما، للعاقل وغير العاقل. فما أوسع، شملت العاقل وغير العاقل، شملت الإنسان والجن، وشملت البحار والأنهار وذرات الرمال، وشملت كل ما في السماوات وما في الأرض. لو أنك بحثت عن جملة تصف بها أو تحيط بخلق الله سبحانه لما وجدت أبلغ من كلمة ما في السماوات وما في الأرض. هذا المعنى وهذه الجملة لله سبحانه، له ما في السماوات وما في، قصرا وحصرا لله سبحانه وتعالى، ملك حقيقي. إذن فأنت لا تملك شيئا على الحقيقة، فأنت ميت. لو أنك حي قيوم فستملك كل شيء، لكنك لست بحي، فحياتك مؤقتة، ولست بقيوم، فأنت تحتاج إلى من يساعدك، إلى من يعونك. فإذن حياتك ناقصة وقيومتك ناقصة، إذن فملكك ناقص. طالما الملك ناقص، علامة المحاربة في الدنيا، وعلامة يأخذ الأخ أو الابن ورث إخوته. لماذا يبحث الإنسان بكل السبل أن يأخذ معه شعبا من النار؟ لماذا يجتهد الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليأخذ شيئا فان؟ كل شيء هالك إلا وجهه. والله عز وجل يقول: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله الذي يقول: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله عز وجل ورث بعض الناس من بعض. يموت الرجل فالورثة يرثون. والسؤال: حينما يموت الورثة من يرثهم؟ الورثة يرثون الورثة يرثون الورثة، وفي النهاية من يرث كل هذا؟ تبقى الأرض هي الأرض. 20 فدان، الراجل مات وسابها، كل واحد خد له فدانين، العيال ماتوا بعد عمر، كل الورثة اللي وراهم الفدان بقى 5-6 جراريط، الجيل اللي بعده كل واحد خد له جرات،
تفتتت الأرض وضاعت ملكيتها من أشخاص لأشخاص لأشخاص لأشخاص، مات الكل وبقي الحي الذي لا يموت، والأرض هي الأرض. فمن يرث ورثا حقيقيا في النهاية؟ الله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. لذلك عندنا قراءتان في سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، السبع المثاني، لأنها تثنى وتعاد وتكرر في كل صلاة عددا من المرات. قال رب العالمين سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لها قراءة مشهورة: ملك يوم الدين. ملك ومالك، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين ملك ومالك؟ هل هناك فرق؟ الإجابة بديهي. أنا حتى إن كنت لا أعرف الفرق، يقينا بأن الله سبحانه وتعالى لا يغير كلمة مكان كلمة إلا لمعنى، يقينا. وإن كنت أجهل المعاني كلها، يقينا. فالله عز وجل لا يكرر كلمتين في موضع واحد إلا لمعنى، إلا لهدف. فالمالك أيها الإخوة الأحباب، المالك، أنت مالك وأنا مالك. أنا مالك تليفوني أملكه، سيارتي، أرضي، مالك وأنت مالك، لكنك لست بملك. فالملك مالك، وليس كل مالك ملك. أوضحها بالراحة عشان ما تقولش ده بقول فوازير وحواديت. لو في ملك بتاع دولة، كل ما في هذه الدولة ملكه، كل ما في هذه الدولة ملكه، لكنه لا يملك بيت فلان لأنه ملكية خاصة لفلان، لا يملك سيارة مع أنه ملك. الله عز وجل ملك ويملك كل صغيرة وكبيرة في مملكته. وضحت؟ ملك ويملك كل صغيرة وكبيرة فيما يملكه ملكا حقيقيا لا ينازع فيه، فعال لما يريد. إيه اللي عايز يعمله بيعمله، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ملك ومالك، مالك ومالك يوم الدين راويه ناصر. الإمام الشاطبي بيقول لنا إن من قرأ بكلمة مالك الإمام عاصم والإمام الكسائي من السبعة، الإمام عاصم والإمام الكسائي، ومنها قراءة حفص التي نقرأها في مصر وفي أغلب العالم الإسلامي: مالك يوم الدين. والباقون يقرؤون بملك، وكلاهما قرأهما الله سبحانه وتعالى ورتلناه ترتيلا. رتلها ربنا هكذا، وبلغها لجبريل عليه السلام، وبلغها لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ونزلت إلينا بالتواتر: مالك وملك سبحانه وتعالى، ملك حقيقي. نعود للسؤال: إن كان رب العالمين سبحانه وتعالى يملك كل شيء صغير وكبير عظيم وحقير، يملكه سبحانه وتعالى، ولا حقير في ملك الله بمعنى الحقارة، إنما هذا للتعجيز، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، دبانا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، كما فسرنا هذه الآية في جمعة ماضية. الشاهد: الله عز وجل أعجز الآلهة المزعومة حتى وإن اجتمعوا أن يأتوا بمخلوق واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو الذبابة، دبانة. ولو أن هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة، فالذي خلق البعوضة وأبدع في خلقها هو الذي خلق الإنسان وأبدع في خلقه وكرمه سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحباب، الملك لله سبحانه وتعالى ملك حقيقي لا ينازع فيه، فعال لما يريد.
أما ملكي وملكك زائل، لأنك لا تتمتع بالصفات التي هي لله سبحانه وتعالى. لا أنت حي دائم الحياة، ولا قيوم دائم القيومية، ولا أنت مبدع يعني بديع، لا تتمتع بأي شيء. وإن تلطف رب العالمين سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وأعطاك مما له من صفات، كصفة الرحمة، الله عز وجل يرحم، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. لما ترحم فأنت اكتسبت من صفة الله الرحمة، فأصبحت رحيما بين الخلق فيرحمك الله. لما تغفر فأنت اكتسبت من صفة الله الغفور، اكتسبت أنك تغفر وتفوت الهفوات للناس، وتتلطف اكتسبتها من اللطيف، وهكذا. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل في بعض أسمائه بحبوحة يكتسب منها العبد، وهناك أسماء لله لا ينازع فيها. لا يجوز أن يتسمى أحد بالرحمن يقسم رب العالمين ظهره كمسيلمة الكذاب لما سمى نفسه رحمن اليمامة. لا يجوز أن يتسمى أحد بالله كما قلنا قبل ذلك: هل تعلم له سمية؟ هل جرؤ كافر أو مسلم جاهلية وإسلام أن يتسمى بالله؟ تعجيز، وهذا التعجيز قائم إلى قيام الساعة. لن يجرؤ أحد أن يفعلها، أن يتسمى بالله. هات أعتى الملحدين الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى وقل له: سمي ولدك باسم الله، يبقى اسمه الله كده. لن يجرؤ أن يفعلها مع أنه ملحد كافر بالله العظيم. تحدي قائم إلى قيام الساعة. إذن الملك لله سبحانه وتعالى ملك حقيقي، فالإنسان يكتسب من صفة الملك لله ألا يتشبث في هذه الدنيا الفانية. أكمل في الخطبة الثانية، فادعوا الله. الحمد لله وكفى، وأصلي على عبده المصطفى، أما بعد. قلنا بأن الملك زائل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب، الرجل الغريب حينما يأتي إلى مكان فلا ينتظر أن يشيد ويطيل البنيان ويفعل ويزخرف، فهو غريب. مهما طال به الزمان فهو راحل، مهما طال به الزمان فهو في غربة، ليس مكانه وليس محل إقامته بعد ذلك. لذلك لا يحرص أن يعمر كثيرا، إنما يحرص على فقط على ما يقوم به حياته، يحرص على الأمور الأساسية في حياته. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد، ونهى عن لباس الشهرة، ونهى عن كذا وعن كذا وعن كذا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا ما فيش عيشة إلا العيشة اللي بتعيشها في الآخرة. أمال اللي احنا لا مش عيشة، إنما هي مزرعة، إنما هو ممر، إنما هو معبر، حاجة كده في عمر الزمان. رب العالمين سبحانه وتعالى جعلها لك امتحان واختبار، فالسعيد من خرج من هذا الامتحان برضا الله سبحانه وتعالى، والتعيس ما دون ذلك والعياذ بالله. فالله عز وجل جعل هذه الحياة محل امتحان ومحل اختبار، فعلى ما نتشبث فيها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كذلك عابر السبيل ربما يستريح في مكان ما، لكنه لن يبيت في هذا المكان بضع ليال مثلا، لن يعسكر في هذا المكان مدى الحياة. عابر سبيل يتزود بالزاد القليل، شوية أكل شوية مية، ثم
يذهب لسبيله، عابر سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، يا سلام، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. كلام الصحابة، سيدنا عبد الله بن عمر أكثر الصحابة تبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يا عالم هيجي عليك الليل ولا لا، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يا عالم هيطلع عليك صبح ولا لا. أعمار وأنفاس منفوسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منفوسة مقدرة عند الله سبحانه، نفس يخرج فلا تدري أيرجع ويستبدل بغيره أم لا يرجع أصلا. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، نفس مقدر عند الله سبحانه وتعالى، كأنك غريب أو عابر السبيل. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر المساء، له ما في السماوات وما في الأرض. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه سئل سؤالا بديعا وأختم به حتى لا أطول. قيل: يا إمام، متى يجد الإنسان الراحة؟ متى يجد الإنسان، سؤال جميل والله، متى يجد الإنسان الراحة؟ طبعا السؤال لو اتسأل لي أنا هقول والله لو وجد 3-4 مليار. متى يجد الإنسان الراحة؟ قال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال: إذا وضع إحدى قدميه في الجنة، واحدة بس، لأنه لو أنعم رب العالمين سبحانه وتعالى ووضع إحدى قدميه في الجنة قطعا ويقينا ستلحقها الأخرى فقد فاز، فزحزح عن النار وزحزحة بسيطة. فإذا وضع يا سلام على فقه الإمام أحمد، شوف جابها إزاي، إذا وضع إحدى قدميه في الجنة، جابها إزاي؟ سبحان المنعم. الأفهام نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلا يظل الشقاء حتى وأنت على باب الجنة، يا ربي هل أحرم أم أدخل؟ وأنت على باب الجنة يظل القلق والشقاء والريبة والخوف من المصير، وأنت على باب الجنة. وإن وضعت إحدى قدميك في الجنة زال كل شيء، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه. فحينما تضع إحدى قدميك في الجنة لن ينزعها رب العالمين سبحانه وتعالى، وستلحقها القدم الأخرى، وقد فزت ورب الكعبة. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الملك كله لله، وما على هذه الحياة الدنيا زائل، فليراجع كل واحد منا نفسه فيما اغتصب من حقوق الغير، لأن العمل سيدخل معه القبر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله تعالى لي ولكم. اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عنا الخطايا، اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عنا الخطايا، اللهم كفر عنا الخطايا وأدخلنا الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنعم علينا بنعمك الجمة، اللهم أنعم علينا بنعمك الجمة، اللهم نفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والآل والصحب، وأقم الصلاة.